انا منتقبة مم. وزوجي ملتحي وهو داعية. ومعايا منه اطفال. بس في يعني نقطة جدال ان هو بيرفض او بيتمنى ان هو يقترب مني ان كنا في الشارع او كان في قدامنا ناس، او يتمنى ان هو يمسك ايدي او قدام الناس. فهل ده شرعا جائز؟ عفوا تقول ايه؟ عفوا يعني بيرفض يمسك ايدي لو احنا ماشيين في الشارع، يرفض يمسك ايدي، او لو قاعدين في العربية يرفض يمسك ايدي بحجة ان الناس ما تشوفش. انت زعلانة ليه؟ يعني زوجك يعني ولا ايه؟ نعم زوجك؟ زوجي. يعني انت عايز يضع يده في يدك؟ وانا منتقدة. اي بس خليكي بس معانا يعني انت تريد منه بلغة المصريين ينجز في يضع يده في يدك ويمشي؟ لا مش شرط. طيب هو مستحي، عنده حياء. مش فكرة انه هو ينجزني، لا. لو مثلا احنا في طريق او طريق مزدحم او لو في العربية قاعدين في العربية الخاصة بينا، يرفض ان هو يمسك ايدي عشان ما يبقاش الناس في الشارع بيشوفوا ملتحي ماسك ايد واحدة منتقدة. طيب المفروض انت تكون اولى بهذا منه الان، يعني امام الناس هو يعني رجل عنده حياء شوية، ما يحب يمسك يد زوجته ويمشي في الطريق. ما عليك مشكلة، اتركيها خلاص، الامر سهل. يعني دليل محبة، يعني مش دليل محبة ولا حاجة، يمسك يدك ويضربك. فيعني لا، هو خلقه معك طيب ولا ليس بطيب؟ طيب الحمد لله. خلاص احنا مش هنقول حرام ولا حاجة، لكن هو هكذا عنده حياء وعنده مروءة، لا يحب أن يمسك يد زوجته في الشارع أو أن يتأبطها، لا يحب ذلك. خلاص جزاه الله خير، وانت برضه استحي شوي.